السلام عليكم. أنا أماني محمد. تعالوا نعمل شوية كشري ما يختلفش عليهم اتنين. هعلمك الطريقة زي ما بيقول الكتاب. هتعملي دقة الكشري اللي ريحتها بتقلب المكان، وكمان هعلمك ازاي تعملي صلصة الكشري المظبوطة. هتصدقوني لو قلتلكم كل اللي يدوق الكشري بتاعي يقولي بتعمليه ازاي. هنظملك خطوات الكشري بحيث ما تاخديش وقت كبير وانت بتعمليه، وكمان تعمليه وانت مرتاحة. ولما تعملي الكشري بطريقتي افتكريني بدعوة حلوة. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الطريقة بالتفصيل مع بعض. لما باجي أعمل الكشري بنقع حمص الشام من بالليل في المية. طبعا لازم أكون منقياه كويس وغسلاه تحت الحنفية، وأحطه في طبق كبير واملى عليه الطبق مية واسيبه لتاني يوم الصبح. بعد كده هنقله في حلة وأحط عليه شوية من المية ومعلقة من الملح وأغطي الحلة بتاعتي وارفعها على النار. وهنا أنا هنقل الحلة على شعلة تانية علشان بس أعرف أكمل باقي التصوير. وفي طاسة على النار أنا هنزل بالزيت بتاعي. أنا هنا بستعمل صينية علشان أنجز وأخلص بسرعة. ونزلت بإزازة من الزيت. الإزازة دي 750 ملي لتر، يعني 3/4 لتر زيت. وكنت مجهزة بقى قبل ما أبدأ الشغل 3 حبات من البطاطس، مقشراهم ومقطعاهم مكعبات بالشكل ده، وهحمر البطاطس بتاعتي. إضافة البطاطس مع الكشري بتبقى حلوة قوي، يمكن انتي ما شفتهاش مع حد قبل كده، بس جربيها ومش هتندمي. لازم تنزلي بالبطاطس في الزيت وهو سخن، لان لو نزلت بيها والزيت بارد هتلزق في ارضية الصينية، وتيجي تقلبيها هتكون لازقة في الصينية وتتفتفت معاكي والزيت يتحرق منك. ولو حابة ما تعمليش بطاطس خالص مفيش اي مشكلة، اعتبر الخطوة دي ملغية. بس زي ما قلتلك هي اضافة حلوة قوي للكشري. البطاطس بتاعتي لما بتاخد اللون الذهبي بطلعها على ورق مناديل على صينية بالشكل ده. حمرت البطاطس بتاعتي على دورين، وبعد كده هبدأ في تحمير البصل. طبعا انا مقشراه وغسلاه ومقطعاه جوانح كمان قبل ما ابدأ الشغل في البداية خالص. طيب انا ما عنديش غير البصل البلدي، عادي جدا هنشتغل بيه. هو يعني هيقول لأ؟ ده بيطلع احلى كشري كمان. شايفة بقى التحمير في الصينية بياخد كمية كبيرة ازاي؟ مفيش غير كمية بسيطة لسه معايا من البصل، هحمرها في دور تاني. وهنا بقولك حمص الشام استوى معانا بقى زبدة ما شاء الله، حلو قوي. بدوق واحدة لقيته ناقص شوية ملح، فهحط له شوية كده واظبطه واغطيه بقى واركنه على جنب. حلو قوي كده. بنقلب البصل باستمرار علشان البصل ياخد لون موحد ويبقى لونه ذهبي كده حلو. طلعي البصل لونه فاتح شوية علشان هو لما بيطلع لونه بيغمق شوية. بمجرد ما ياخد معانا لون ذهبي حلو بنطلعه على مناديل مطبخ. عايزة اقولك انا ما بضيفش للبصل اي حاجة، لا ملح ولا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده خالص. هنزل بباقي كمية البصل اللي معايا، وكده يبقى احنا حمرنا البصل بتاعنا على دورين. انا قفلت النار على زيت التحمير، وادي البصل بتاعنا مفرفط وبيقرمش ولذيذ ولونه فاتح كمان. وجهزت العدس بتاعي، نقيته وغسلته، وهضيف له شوية من المية. هاخد شوية من زيت تحمير البصل، وهاخد اي بواقي من البصل المتحمر الموجودة في الصينية، هاخد كل البواقي دي. زودت شوية مية كمان للعدس بتاعنا علشان اشغل عليه النار. انا هنقل بس الحلة دي على الشعلة الكبيرة في الناحية التانية علشان اعرف اكمل باقي التصوير. الزيت اللي ضفناه للعدس وبواقي قطع البصل المتحمرة دول هيخلوا العدس في حتة تانية خالص، بيخلوا نكهته ممتازة. اما باقي الزيت الموجود في الصينية هاخد منه كده شوية في طاسة واركنهم على جنب، وهقولك هنعمل بيهم ايه. اما باقي كمية الزيت الموجود في الصينية هشغل عليه النار وهنزل عليه بمعلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم. ولما الثوم بتاعنا ياخد لون ذهبي فاتح انزل عليه بمعلقة كبيرة مليانة من الكزبرة. نقلب الكزبرة وننزل عليها بشوية من الخل، والله الله على الريحة بجد تحفة. بعد كده نزلت بكيسين من الطماطم اللي انا مفرزاها، وطبعا لو مش مفرزة طماطم يبقى هتضربي طماطم في الخلاط وتصفيها وبعد كده هتضيفيها. وهنا بقى بنشوف اهمية الطماطم المتفرزة في توفير الوقت والمجهود كمان. وهنا بقى نقلت الحلة بتاعة العدس، ما شاء الله حلو قوي كده. تضغطي على العدساية تقسميها نصين، انا مش عايزاها مستوية مهرية، اوعي، انا عايزة العدس تلت تسوية، يعني اقل من نص التسوية، تبقى الحباية تقدري تكسريها لكن ماسكة نفسها وجامدة. بعد كده هنزل بالرز بتاعي.
انا ما بغسلش الرز غير لما بشغل النار على العدس، ما بكونش غسلاه من بداية الشغل، لاني لو غسلاه من البداية ممكن يبوش معانا. بضيف مية بقى للحلة بتاعتنا وبقلب الرز مع العدس كويس جدا، وما تزوديش كمية المية اللي هتضيفيها علشان الرز والعدس ما يعجنش معاكي. وضفت بقى معلقة وربع من الملح، وضفت للرز كمان معلقة كبيرة مليانة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون. والبهارات دي اختياري وبراحتك، بس هي بتخلي نكهة الرز حاجة تانية. وبس كده، قلبي الكل مع بعضه وغطي الحلة بتاعتنا. شايفة المية مش كتير، ونغطي بقى. وهاخد الحلة بقى تاني علشان انقلها على الشعلة الكبيرة. معلش بقى انا دوختكم معايا، انا اسفة، بس انا اللي بصور لنفسي، معلش بقى محدش بيساعدني. ونرجع للطاسة بتاعتنا، شغلت عليها النار، ودول شوية الزيت اللي كنت شايلاهم في جنب لو تفتكري من زيت تحمير البصل. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة مليانة من التوم المفروم، وندي للتوم بتاعنا تشويحة، وننزل عليه بالبهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من كل من الكزبرة والكمون والفلفل الاسود والشطة، وممكن تزودي شطة حسب الرغبة. ندي للبهارات تشويحة، وبعد كده انزل عليها بنص كوباية من الخل، وحوالي كوباية كبيرة مليانة من المية. انا شلت الدقة بس علشان اقولك ان الرز شرب المية بتاعته كده حلو قوي. هديله تقليبة وههدي عليه النار واسيبه يستوي على الهادي، حلو قوي كده. اما الدقة بتاعة الكشري رجعتها تاني على النار، واول ما تبدأ في الغليان هرفعها من على النار. تمام كده، خلاص الدقة بتاعة الكشري بتاعتنا بقت جاهزة. وادي الحلة مجهزاها وفيها المية علشان نسلق المكرونة بتاعتنا، ونزلت فيها بمعلقة وربع من الملح. ونروح بقى للصلصة بتاعتنا. طبعا مش بسيبها كتير على النار لان انا معرضاها للنار قبل التفريز كمان. هنزل عليها بمعلقة كبيرة مليانة من السكر عشان نعادل حموضة الطماطم، ومعلقة كبيرة مليانة من الملح، وفي الاخر هدوق الملح كمان، ولو محتاجة ملح اكتر هضيف. البهارات بقى اللي بحب اضيفها هي الكزبرة والكمون والفلفل الاسود، والكمية بتاعتهم بتكون حسب الكمية اللي انت عاملاها من الصلصة. انا هنا بدوق الصلصة لقيت عايزة شوية ملح، فضفت شوية وظبطت الطعم بتاعها. وهقلب الكل كده مع بعضه واقفل عليها النار. تمام، حلو قوي كده. الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة وممتازة. عايزة اقولك ريحة المطبخ عندي مقلوبة، لا مش المطبخ، الشقة كلها ريحة الشقة كلها كشري. وادي المية بتاعتنا بدأت في الغليان. نزلت بالمكرونة بتاعتي. انا بستخدم 3 انواع في المكرونة، اسباجيتي ومكرونة خواتم ومكرونة اقلام. وسلق المكرونة ده بقى بيكون حسب الرغبة، سواء بتحبيها انها تقطم معاكي او تكون مستوية. سلقت المكرونة واديت لها شطفة تحت الحنفية، وده كان شكل المكرونة بتاعتي بعد السلق. وبكده يبقى خلصنا المكرونة كمان. وادي الرز الكشري بتاعنا، الرز مستوي ومفرفط والعدس كمان. وهنا بوريلك شوية في طبق علشان تشوفيه، ما شاء الله اللهم بارك. وهنا بقى انا عايزاكي تسمعي قرمشة البصل وتشوفي جمال اللون. وعايزة اقولك على حاجة، انا كست موظفة لما باجي اعمل الكشري مش بعمل كمية ليوم واحد، لا انا فرست ليومين كمان. واليوم اللي هناكل فيه الكشري بطلعه من الفريزر قبل ما اروح الشغل، وعلى ما ارجع بيكون بدأ يفك، وبسخنه على النار وبيكون ممتاز. اوعدك انك هتاكلي طبق كشري حكاية، شكله وريحته وطعمه حلو قوي، وهتدعيلي بإذن الله. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعوا المرضانا جميعا بالشفاء، ولموتانا جميعا بالرحمة والمغفرة. وياريت بقى لايك للفيديو، تعبت جدا في تصويره. والسلام عليكم. أماني محمد.